هاي everyone، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين وكله يكون تمام. انا عارفه بقالي فتره كبيره قوي مش بعمل اي حاجه ولا فيديو ولا اي حاجه، بس ان شاء الله ان شاء الله يعني الفتره اللي جايه ان شاء الله يكون في افكار حلوه وتعجبكم. النهارده بقى جايلكم فكره فيديو. انا صراحه كان بقالي كتير قوي قوي عايزه اعملها، بس يعني كنت مستنيه ان انا اخد يعني اغلب المعلومات واغلب الخبره الكويسه ان انا اقدر اطلع فيديو وافيد غيري فيها. وهو موضوع الدايت والاكل الصحي وكل ده، زي ما ظاهر قدامكم بالظبط في الاعلان بتاع الفيديو. انا بجد قعدت فتره طويله قوي اقعد ادور. طب انا يعني هعمل ايه في موضوع ان انا عايزه مثلا اوصل لهدف معين وكده. كنت وانا صغيره، من وانا صغيره الصراحه، ما صغيره قوي يعني، كنت في ابتدائي واعدادي وكده، لحد ما هو حاليا وصلت للكليه. وانا عايزه اوصل يعني لهدف، ولسه يعني ما وصلتش قوي. بس يعني ان شاء الله في يوم، يعني ان شاء الله يعني هنوصل لكل اللي احنا عايزينه. بس يعني فكره الدايت او الاكل الصحي عموما، او سيبوا الاكل الصحي دلوقتي على جنب ونخلينا في فكره الدايت. الدايت بجد هو مش حرمان اطلاقا. والدايت ده بيبقى مقاسم لكذا حاجه. بيبقى مقاسم اللي احنا نختار اللي احنا نروح لدكتور متخصص مثلا في الحاجات دي، او اللي احنا نمشي لوحدنا. طيب انا صراحة آه اخترت ايه؟ اخترت اللي انا امشي لوحدي من غير اي دكتور. ليه بقى؟ لان احنا في طبعا كذا يعني اوبشن للدايت وكده. في الدايت اللي هو اللي بيبقى قاسي قوي، في صيام متقطع، في اي حاجة من دي. وفي بقى الاحسن منهم بجد جدا جدا جدا، الاكل الصحي، اللي انتوا تحولوا حياتكم من فكرة الدايت اللي هو القاسي الحرمان ل هيبقى بالنسبة لكم لايف ستايل. مش هيبقى فيه اي عقد خالص في الموضوع. بالنسبة لكم تحسوا ان الامر عادي جدا بجد. يعني انا بقالي فترة كده كويسة بعمل، مش دايت، ماشية على نظام صحي، وبروح جيم يعني عشان الرياضة وكده. ومش لازم جيم يعني، لو انتوا مش عايزين ممكن تعملوا اي حاجة في البيت او كده. وفي اخر الفيديو هقول لكم على ناس بجد انا بحبهم جدا جدا جدا، وبجد هو ثقة جدا، وفعلا اخدت منهم معلومات كتير جدا في موضوع الرياضة والاكل الصحي وكل ده. بس ان شاء الله في اخر الفيديو هقول لكم عليهم. بس بجد يعني انا بقالي في الموضوع ده شهر بالظبط، شهر من الاكل الصحي ومن الجيم. يعني كنت حاسه ايه في الفتره دي؟ ما كنتش حاسه اطلاقا باي حرمان. ليه بقى؟ لان انا مش ماشيه على دايت. يعني فكره الدايت دي انا شلتها من دماغي. شلتها اللي هو عشان انا فعلا كنت يعني زمان وانا صغيره كنت بحس ان الدايت ده حرمان. وكمان يعني عشان الفكره أنا كنت كمان صغيره وكده، فكنت ايه يعني مش قد كده في الدايت. وكنت بقى مثلا اعمل حبه واسيب، وبجد قعدت طبعا يعني سنين ما عملش اي دايت خالص. وبحس ان انا بقى ايه، كنت بقى بجد اكون زعلانه وبكون مش لاقيه فكره حلوه، لحد بجد ما جه قدامي شويه ناس معينه عرفوني وفهموني ان الدايت او الاكل الصحي مش حرمان اطلاقا. انتوا بايديكم بجد اللي انتوا تخلوا الاكل الصحي ده لايف ستايل في حياتكم زي ما قلت لكم. بس يعني هقول لكم بجد على شويه حاجات كده انا اخدتها في النظام ده. الصراحه هي ريحتني عموما. وان شاء الله يعني اذا انتوا شفتوا الفيديو ده وشفتوا كل النصايح، ان شاء الله تكونوا انتوا كمان تنتفعوا بالفكره زي ما انا انتفعت بيها. طيب ايه هو بقى النظام اللي انا مشيت عليه؟ اول ما انا بدات الشهر ده، الشهر اللي فات يعني، وانا قلت ان انا ايه، مش هحرم نفسي من الاكل. يعني انا مش يعني اللي هيكون قدامي هاكله بس باعتدال. زي ايه مثلا؟ يعني زي انا لما كنت آه وانا صغيره بعمل دايت وكده، حتى ما كنتش بدخل في يومي اي سناكس خالص. يعني مثلا اي حاجات حتى لو عارفه اللي هي صحيه كنتش باكلها. وكنت مثلا واخده فكره زمان ان ان في فاكهه معينه بتتخن، وفي فاكهه معينه مش بتتخن، وان في اكل بيتخن وان مفيش اكل بيتخن. الكلام ده طبعا كله طلع ملوش اي لازمه خالص خالص طبعا. بس طبعا الاكل باعتدال طبعا. وانا كلامي ده مش على الاكل اللي هو
فاست فود وكده. طبعا لا، مش قصدي على ده. طبعا الاكل ده طبعا احنا عارفين كله، اللي هو طبعا بيكون فيه كميه دهون كتير قوي، وبرضه بيكون يعني مش صح خالص على صحتنا. بس طبعا احنا كلنا بنحبه، كلنا يعني بنحب الاكل من بره وكده. بس يعني الفكره اللي انا مشيت عليها زي ما قلت لكم، انا ما حرمتش نفسي من حاجه. يعني كنت زمان عارفه ان المانجا دي بتتخن، وان العنب بيتخن، وان مش عارفه ايه بيتخن، واللي مش بيتخن مثلا حاجه زي البطيخ وزي التفاح زي الكمثرى كده. يعني حاجات اللي هي بتكون مفيهاش سكر زياده، بس بيكون الحاجه مادام انت بتاخدها في يومك باعتدال تمام. وطبعا انا في الشهر ده برضو يعني، او في النظام اللي انا ارتحت عليه، طبعا ما حسبتش اي سعرات اطلاقا. طبعا انا مش بحسب سعراتي، باكل بس باعتدال. يعني ايه؟ يعني انا مثلا الصبح اقوم افطر مثلا نص رغيف او 2 توست سن طبعا، مع مثلا جبنه خيار. شوف مثلا هتشربوا حاجه. انا عموما مش بحب الحاجه مسكره، يعني حتى لو بشرب شاي قهوه نسكافيه مش بشربه بسكر. انا عموما ما بحبهاش، يعني انا مش مانعه السكر عشان اخس وكده. انا عموما مش بحب الحاجه مسكره. بس يعني في اليوم كله لو انتوا مش بتحبوا سكر الدايت، ممكن بامكانكم تحطوا في اليوم كله معلقتين. يعني مثلا معلقه الصبح ومعلقه بالليل، يعني مش هيأثر في حاجه. عادي يعني، اللي هو مش هيعمل ازمه. بس يعني لو انتوا مش بتحبوا السكر اللي هو الطبيعي، ممكن تلجأوا للسكر الدايت، او ممكن كمان تجربوا من غير سكر خالص، وبرضه هيبقى حلو يعني، طبعا على حسب ما انتوا تحبوا. وبعد كده مثلا من الفطار للغدا بجوع مثلا، فهاكل ايه؟ هاكل مثلا فاكهة، خضار، سناكس زي مثلا حاجة زي فلامانكو، بسكوت شوفان. طيب يا جماعة، كمان في فكرة بجد مهمة جدا احنا لازم ناخد بالنا منها، فكرة السناكس ما بين الوجبات. يعني انا مثلا من الفطار للغدا، او من الغدا للعشاء بجوع وما اكلتش، فبالطبيعي ان انا الوجبة اللي هاكلها مثلا في الغدا او في العشاء مش هتكفيني. السناكس معمول عشان لما انا جوعت في نص اليوم، او مثلا او ما بين الوجبات، اكل حاجه خفيفه، حاجه مثلا على قدي وكده، عشان ما تاخدش مثلا الغدا الكميه اللي انا احطها دي مش هتشبعني. ده بجد شيء يعني وارد جدا، وانا فعلا اتحطيت في الموقف ده. يعني مثلا جاي يوم مثلا قلت لا انا مش هاكل حاجه بين الوجبات، فبالطبيعي اللي انا اكلته في الغدا او اللي اكلته في العشاء مشبعنيش. وطبعا طبعا طبعا في حاجه مهمه جدا، وفعلا انا الاول ما كنتش بمشي عليها اطلاقا: شرب الميه. شرب الميه دي شيء مهم جدا اولا لصحتنا في كل حاجه بقى، وكمان فعلا هي بتشبع. يعني مثلا لو قبل كل وجبه خدتوا كوبايتين ميه، فده انا مش عارفه يعني هو يعني هيعادل كام، بس يعني اشربوا كده كوبايه ميه كبيره 2 يعني قبل كل وجبه، فعلا هيفرق معاكم جدا والله. خليني بقى اختم معاكم الفيديو اللي انا قلت لكم عليهم، اللي انا هقول لكم في اخر الفيديو. وهي طبعا انا هعمل لهم منشن على الانستجرام، فانتوا هتلاقوا لينك الانستجرام بتاعي في اول كومنت. ادخلوا اعمليه فولو، وكمان شوفوا الستوري فتلاقوا على طول المنشن بتاعهم. هما مين بقى؟ في 2، واحدة اسمها اي عمر، والتانية اسمها رحمة محسن. اي عمر دي بجد بتعمل شوية وصفات صحية تحفة. بصوا بقى كل حاجة كل حاجة بجد تخطر على بالكم، فهي بتعمل ليها وصفات صحية كتير قوي وحلوة جدا. وبجد انا خدت منها كمية وصفات وكمية حاجات ونصايح تحفة بجد. وكمان رحمة محسن دي بجد برضو بتعمل شوية وصفات تحفة، وكمان عامل شوية حاجات كده احنا نعملها نمشي عليها في الدايت وكده، او في يعني الاكل الصحي بتاعنا تحفة برضو بجد. يعني هما الاتنين بجد اخدت منهم معلومات كتيرة جدا 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 بجد. فانتوا هتلاقوا المنشن في الستوري على انستجرام عندي. وكده يكون الفيديو خلص، واتمنى الله يكون عجبكم واخدتوا نصيحة كويسة ان انتوا متحرموش نفسكم من حاجة، واستمتعوا. مثلا لو انتوا خرجتوا مع حد، خرجتوا مع عيلتكم صحابكم، استمتعوا بوقت الاكل ده، وما تفكروش انتوا هتتخانوا او ما تفكروش انتوا هتزيدوا او اي كلام من ده. واتمنى يكون الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله كل واحد يوصل لهدفه اللي هو عايزه. وانتوا فعلا كنتوا وحشتوني جدا، واشوفكم الفيديو جاي. باي.